يا غنوة في الموال، عشقك بيجري في دمي عالطبلة والمزمار. يا ليل يا ليل يا عيني طعمية وقلة المية وحاجات كتير بلا تفسير، والحب بينا كبير، الحب بينا كبير، زير وطبلية وفلوكة في المية نتمنى فيها تعيش تعيش تعيش، زيك يا مصر مفيش. وقلة المية وحاجات كتير بلا تفسير، الحب بينا كبير، الحب بينا كبير، زير وطبلية وفلوكة في المية تتمنى فيها تعيش تعيش تعيش، زيك يا مصر مفيش. اهلا بكم مشاهدينا ويوم جديد وليله جديده من الليله. النهارده بتهيالي حلقه ترابيه جدا زي ما ابتديناها بغنى وهتفضل طول الحلقه غنى. مساء الخير يا عمر. ازيك يا مريان؟ النهارده فعلا حلقه طرب، وزي ما سمعنا حلقه يعني بدايه الموضوع طرب وطرب جامد قوي، وفكره يعني فكره اغنيه حلوه جدا الحقيقه، جميله جدا عن مصر وعن الاصاله بتاعه مصر. بنرحب بالمطربه الجميله منى فؤاد. اهلا بيك النهارده معانا في الليله. اهلا وسهلا بيك والساده المستمعين والمشاهدين وكل القائمين على البرنامج. اهلا بيك يا استاذه منى. حضرتك طبعا مطربه وملحنه كمان، مش بس مطربه، فكلمينا عن بدايه حضرتك وحضرتك دخلتي المجال الفني ازاي؟ المجال الغنائي يعني. انا هكلمك، بس قبل ما ندخل في البدايه عايزه بس انوه ان الاغنيه اللي احنا سمعناها دي من الحاني ده لحنك انت؟ من الحاني ومن كلمات الشاعر استاذ محمد هاشم. وعلى فكره دي اتلحنت في الاوبرا واحنا قاعدين، بيقول لي فول وطعميه، قلت له ما حدش ابدا كتب لمصر عن الفول والطعميه. رحت عامله ازاي فول وطعميه. جميل. لا وقبل ما فعلا نتكلم عن السيره الذاتيه بتاعتك وعن اعمالك وعن الحاجات دي كلها، فعلا انا عايز اتكلم الاول عن الاغنيه. كويس ان انت فعلا استدركتي في الكلام عن الاغنيه، لان الاغنيه فعلا جميله قوي، فيها كذا يعني ملخص تقريبا العادات والتقاليد والحاجات. فول وطعميه، لا انت قلت
قلتي زير كمان وزير وطبليه وفلوكه في الماء. يعني عايزه بس ايه اقول حاجه، احنا طبعا الاكله الرئيسيه عندنا هي الفول والطعميه. محدش ابدا فكر يعمل اغنيه على الفول والطعميه. فلما انا سمعتها من استاذ محمد هاشم عجبتني جدا. كلمات استاذ محمد هاشم عجبتني جدا. ولحن حضرتك. ولحني. فقلت له لا ده احنا دي بقى هتبقى، وهندخل بقى فيها البلاد كلها طبعا كلها جميله. ودخلنا بقى فيها البلاد والكده عشان كل الناس تبقى مبسوطه. انا دارسه تربيه موسيقيه. حضرتك دارسه تربيه موسيقيه؟ قسم عود وبيانو. واتلمست على ايد بعد ما اتخرجت على ايد مدام رطل استاذه الكونسرفتوار بالنسبه للفوكاليز بتاع صوتي. حضرتك مطربه وملحنه، وانا سمعت كمان ان حضرتك اخر بكتب دلوقتي ديوان شعر. المفروض ان انا يعني هنزله الايام اللي جايه 52 قصيده ورثتهم عن جدي. يعني ورثت كتابه القصائد عن جدي، لكن القصائد دي انا اللي كاتباها بنفسي بعنوان اميره الفؤاد. اميره الفؤاد. وحضرتك انا سمعت ان انت اخر اكتشافات الفنان العظيم بليغ حمدي عامل لي 4 ألحان من ضمنهم لا يا مصري اللي هي بتتذاع دلوقتي طبعا وطنيه، وغنيت اغراب في عيد ميلاد التلفزيون في نادي الترسانه مع محمد رشدي، اغراب والغربه صعيبه، كلمات محمد السيد. وطبعا اول من اكتشفني الشيخ سيد مكاوي برضه هو اللي قدمني يعني. برضه اكتشفني هو اول اكتشاف ليا. وبعد كده في الاخر بقى الفنان بليغ حمدي يعني عاد اكتشافي اخر حاجه عملتها. وجد حضرتك كان؟ جدي لابو امي الشيخ ابو ليلى محمد اللي اكتشف كوكب الشرق، بس طبعا هو توفى. والدتي كان عندها 10 سنين. جد حضرتك ابو ليلى محمد اللي اكتشف ام كلثوم؟ طبعا. برضه قيمه كبيره جدا وحاجه برضه يعني. طبعا انا ورثت عنه ذبذبات الصوت ورثت عنه الالحان. يعني لقيت نفسي انا الاول دخلت طرب وانا صغيره، وانا في السكه ماشيه كده لقيت نفسي الله طب ما انا بلحن كويس اهو. لقيت في نغمات بتجيني. لكن ورثتي حضرتك قلتي ذبذبات الصوت، يعني حاجه في الجينات بقى دي. ايوه في الجينات. مالهاش علاقه خالص دلوقتي باي دراسه ولا لا باي مالهاش علاقه. لا وبرده التلحين على فكره ملوش علاقه. يعني انا التلحين ده اكتشفت موهبه عندي، بس طبعا عشان انا دارسه ففاهمه انا بقول منين وبعمل ايه والكلام ده يعني. استاذه منى اكتشفتي التلحين دوت يعني عن قريب ولا من برضه من البدايه؟ لا انا من 10 سنين كده كان ليا اغنيه حتى مشهوره قوي اسمها حبك علمني. كانت الحاني وعملتها وانا صغيره، كانت اغنيه خفيفه كده وغنيتها في حفل وزاره الاعلام اللي كان في استاد القاهره. لكن ما تعمقتش قوي ان انا يعني كنت في الفتره دي يعني عايزه اخد من فنان بليغ حمدي. وفنان خالد الامير برضو عمل لي عز الحبايب، وعمل لي بشتكي لك يا قمر كلمات مصطفى الدمراني وخالد اسعد. وفنان فؤاد حلمي الله يرحمه عمل لي مسلسل اذاعه انا والعزبي 30 حلقه بنغني التتر. كان كلمات بخيت بيومي. بس انا بعد كده بقى لما سافرت بره في فتره انقطاع هنا، بس عايزه اقولها ليه بقى؟ ده السؤال يعني ايه اللي حصل بالظبط كده فيه فتره انقطاع. انا طبعا لما الفنان بليغ حمدي توفى حسيت في الوقت ده كان يعني ان هو لو كان هيعيش قال لي انا منى لازم يعني خليكي حاجه. حتى لما بيسالوه في مجله الرجل بيقولوا له ليه منى فؤاد 4 ألحان يعني وهي صغيره؟ قال لهم منى صوتها بيتغير بتغير المقام فما يجيبش ملل، بس تسمع تقول دي منى. فدي كانت شهاده اعتز بيها يعني. حتى كان يقول لي منى حضرتك بس لان حضرتك قلتي حاجه ليها علاقه بالموسيقى قوي. صوت منى في بعض اصوات مطربين فعلا، في مطربين جامدين جدا ما حدش يسمع عنهم حاجه او ما حدش يعرفهم كتير. أيوة. بتكلم عامه صوتهم بيتغير فعلا حسب مقام الاغنيه او حسب المقام عامه. مش كل الاصوات كده، في اصوات انا بقول في اصوات معينه، في اصوات ماتت لكن تسمعها تقول هو ده فلان. ايوه المميز بقى المميز. طب ما ده برضه شيء صعب قوي. ما هو ده اللي هو السهل الممتنع. حتى انا لما باجي الحن واقعد مع الموزع يقول لي الحانك سهله وفي نفس الوقت صعبه التنفيذ. يعني السهل الممتنع يعني تسمعي اللحن يعني تحس ان هو قريب منك قوي، لكن تيجي بقى تنفذه ارض الواقع فعليا بقى. يعني بيقول لي الموزع بيقول لي انت بتطلعي عيني بس هنا منى انا بتكلم يعني مش على اللحن بس او صعوبه اللحن، انا بتكلم على فكره فعلا ان الصوت نفسه بيتغير او مقام الصوت لدرجه ان حد لو مش مركز معاكي قوي ممكن يقول ايه ده هي دي منى. ايوه انا صوتي بيرمي يعني. أيوة. صوتي مثلا في بعض حاجات يعني مثلا انا ممكن اسمعكم حاجه دلوقتي من كلماتي والحاني دي خليجي. يعني تخيل بقى خليجي اول مره انت قعدتي فتره فبداتها قعدت فتره كنت وانا صغيره كنت في مكه وبابا خدنا حججنا وكده، فماما كانت دكتوره في مستشفى الملك عبد العزيز زاهر فحولينا بعدنا سنه بالظبط. هي سنه اللي بص تحج بابا طبعا خد اجازه من الشغل بس اثرتي برضه بالثقافه الخليجيه شويه. اتاثرت الايقاع الجميل بتاعهم ده والسقفه والحاجات دي لا واللهجه كمان
اللهجه حلوه اللهجه ممكن اسمعكم حاجه كلماتي والحاني خدتها مستقاه كده. يعني انا تخيلت فكره ان واحده حبيبها بيموت، فهي قبل ما بيموت هو بيكتب على تويتر جملتين كده: الاسامي تعيش والدنيا وداع واللجا ايام والفرجه سنين، يا ضياع العمر وشباك ضياع يوم الثاني عقبة راحلين. خدتها كأن هو بيقول لها ده قبل ما بيموت، وهي بعد ما بيموت بتغني له بقى، بتقول له فراقك يا راشد صعب صعب ولا. اسمعكم بقى يا ريت نسمع. الأسامي تعيش والدنيا وداع واللقا أيام والفرقة سنين، يا ضياع العمر وش باقي ضياع يوم والثاني يوم والثاني يوم والثاني يوم والثاني وعقبة راحلين راحلين راحلين. فراقك يا راشد صعب صعب والله، أجر الدمع عليك وناجي الله، عسى ربي صبرني يا ليت روحي تخبرني بموعد اللي جاي معاك في جنة الله، واشوف روحي وياك برحمة الله، بموعد اللي جاي معاك في جنة الله، واشوف روحي وياك برحمة الله. رائع. هي الاغنيه مع انها شويه يعني فيها حزينه لكن برضو فيها متعه. ايوه هو ده التركيبه هنا غريبه قوي. ما انا هنا يعني هي عشان بادئه حزن، فطبعا ما ينفعش بقى ان انا يعني قلبت بقى، عملت بقى اللي هو الريتم اللي هو بيقول عليه ايقاع خبيتي، خليجي خبيتي، اللي هو الايقاع الشعبي المعروف في الخليج، فبيدي شويه طربيه يعني في بهجه شويه، في سنه يعني شويه يعني دمجت يعني في موعد بدي امل برضو ان احنا طبعا في الاخر كلنا كله نفس ذائقه الموت، ولما هنموت